لو قلت لك إن في كنز مدفون في جزيرة اسمها جزيرة البلوط، هتصدقني ولا هتاخد بعضك وتدور عليه؟ أهلا بيكم في 5 جنان. الحكاية بدأت سنة 1795 لما شاب اسمه دانييل ماكجينيس كان بيتجول في جزيرة البلوط ولاحظ حاجة غريبة على الأرض. حفرة دائرية ومعاها شجرة عليها آثار لحبال. في البداية افتكر إن ده ممكن يكون مكان مدفون فيه كنز، وده كان منطقي لأن المنطقة دي معروفة بأن القراصنة كانوا بيستخدموها كملجأ. ماكجينيس جاب 2 من أصحابه وبدأوا الحفر. الحفرة دي كانت البداية لمغامرة استمرت لأجيال. بعد ما حفروا أول طبقة لقوا أحجار ملساء مش في مكانها الطبيعي، وده اللي خلاهم يقتنعوا إن في حاجة مدفونة تحت. وبعد ما نزلوا 10 أقدام لقوا طبقة من الأخشاب الصلبة، والموضوع بقى أكتر تعقيدا بعد ما اكتشفوا إن كل 10 أقدام بيلاقوا نفس النوع من الطبقات المتتالية: خشب، طين، وأشياء مش متوقعة زي فحم وألياف نباتية. وبعد ما وصلت الحفريات لعمق 90 قدم اكتشفوا حاجة مذهلة: حجر غريب مكتوب عليه رموز مش مفهومة. كل الحفارين اتأكدوا إنهم قربوا يوصلوا لكنز هائل، بس الغريب إن مفيش أي حد قدر يفسر الرموز دي. ومن هنا بدأت المشاكل. مع كل عمق جديد الحفرة كانت بتتملي بالمية، وده كان بيوقفهم عن الحفر. في البداية اعتقدوا إن المية دي جاية من المحيط اللي جنب الجزيرة، بس مع الوقت ظهرت نظريات إن في نظام معقد معمول بشكل ذكي جدا علشان يمنع الوصول للكنز. ودي كانت واحدة من أكتر الحاجات اللي خلت الحفرة تتحول للغز عالمي. وفي سنة 1804 مجموعة من المغامرين الأغنياء قرروا إنهم ياخدوا الموضوع بشكل جدي. مستر أونسلو كان رئيس شركة اتأسست مخصوص علشان تستكشف الجزيرة وتحفر للوصول للكنز. المجموعة دي كانت مجهزة بشكل أفضل ومعاهم أدوات حديثة بالنسبة لوقتهم. حفروا نفس الحفرة اللي بدأها ماكجينيس واستمروا فيها، وكل مرة كانوا بيقابلوا نفس الحاجات الغريبة: طبقات خشبية وأدلة على إن في حاجة متخططة تحت الأرض. لكن بعد ما وصلوا لنفس العمق حوالي 100 قدم المية بدأت تتدفق بقوة، والحفرة كانت بتتملي بمية بشكل مفاجئ وكأن حد بيفتح بوابة تحت الأرض. الباحثين بدأوا يشكوا إن الحفرة نفسها معمولة كفخ. النظام اللي بيسحب المية للحفرة كان متخطط له بذكاء ومش مجرد تسريب عشوائي. في اعتقاد إن القراصنة أو أي حد دفن الكنز استخدموا تقنية متطورة علشان يعملوا شبكة من الأنفاق اللي بتوصل لمياه البحر. ودي كانت أول مرة حد يفكر في إن الكنز مش مدفون بشكل عشوائي، لكن في فخاخ معمول علشان تحميه. ومع مرور السنين الحفر استمر، لكن كل مرة كانت بتبقى أصعب من اللي قبلها. في سنة 1861 حصلت أول وفاة في الحفرة. واحد من الحفارين وقع في الحفرة وغرق بسبب تدفق المياه بشكل مفاجئ. ودي كانت بداية سلسلة من الوفيات اللي ارتبطت بالجزيرة، وبدأ الناس يتكلموا عن لعنة الكنز. الأسطورة بتقول إن الكنز ده ملعون وإنه لازم 7 أرواح تموت قبل ما حد يقدر يوصل للكنز. لحد النهاردة 7 أشخاص ماتوا فعلا أثناء محاولاتهم للوصول للكنز، واللعنة دي زادت من غموض وجاذبية المكان. وفي أواخر القرن ال19 شركة جديدة بريطانية قررت إنها تحاول تكتشف السر، وجابت مهندسين علشان يساعدوا في الحفر بشكل علمي. لكن الغريب إنهم كل ما كانوا بيحاولوا يقربوا أكتر من مركز الحفرة المية كانت بتزيد بطريقة مش طبيعية، وكأن في حاجة بتمنعهم بشكل متعمد. النظام اللي كان بيسحب المية للحفرة كان معقد جدا لدرجة إن المهندسين كانوا في حيرة. حاولوا يسدوا الأنفاق اللي كانت بتسحب المية، لكن الموضوع كان أكبر منهم. كل المحاولات فشلت. وفي محاولة الحفر في الحفرة الأصلية كان في حجر غامض تم العثور عليه. الحجر ده كان منقوش عليه رمز مفيش أي حد قدر يفسره لحد النهاردة بشكل مؤكد. في محاولات كتير لتفسير النقوش، وبعض النظريات بتقول إنها بترمز لكمية كبيرة من الذهب مدفون تحت الحفرة، لكن محدش يعرف فين بالظبط. واحد من الباحثين في القرن العشرين ادعى إنه قدر يحل اللغز، وقال إن الرسالة بتقول عند 40 قدم تحت الأرض 2 مليون جنيه استرليني مدفون. ودي كانت كافية لتشجيع مزيد من المغامرين.
لكن بالرغم من كل المحاولات مفيش أي حد وصل للكنز المزعوم. وفي الوقت الحديث الجزيرة بقت أكتر شهرة من أي وقت فات بسبب البرنامج الشهير The Curse of Oak Island. ريكو ومارتي لاجينا إخوة أمريكيين قرروا إنهم يكملوا البحث عن الكنز باستخدام كل التقنيات المتطورة اللي ممكن تتخيلها. في كل موسم من البرنامج بيعرضوا مغامراتهم ومحاولاتهم للوصول للكنز المدفون، والإخوة دول جابوا تكنولوجيا زي الرادارات اللي بتخترق الأرض وحاولوا يدرسوا تركيب الجزيرة بالكامل. واحد من الاكتشافات المذهلة إنهم اكتشفوا أدلة على وجود ممرات وأنفاق مائية تحت الأرض بتوصل للمحيط، وده بيأكد نظرية الفخ اللي كانت معمولة لحماية الكنز. في نهاية كل موسم من البرنامج بيتم العثور على أشياء جديدة، عملات قديمة أو أدوات من عصور مختلفة وحتى عظام بشرية. جزيرة البلوط مش مجرد مكان بيدور حواليه كنز، القصة دي أكتر تعقيداً وبتطرح أسئلة عن مين اللي دفن الكنز ده وليه كان في تخطيط معقد جدا لحمايته. من فضلكم اعملوا لي لايك وسبسكرايب واستنوني في حلقات وقصص أقوى مما تتخيلوا.